صباح الخير ومساء يا جدعان، فيديو جديد. كاس عالم تاني من غير ايطاليا. الموضوع طبعا محبط، بس دي مش اول مرة تغيب ايطاليا عن كاس العالم. اول مرة وزي ما كلكم عارفين كانت النسخة اللي فاتت في 2018، وده كان اول غياب ليهم من 60 سنة تقريبا. وادي نسخة 2022 هتبدأ من غير الاتزوري. تعالوا في الفيديو ده نشوف ايه اللي حصل. نسخة 2018 خسروا في التصفيات قصاد السويد، وطبعا ده شيء ما كانش متوقع وغير مقبول لمنتخب بحجم ايطاليا اللي معاهم 4 كاس عالم. مشهدين في اليوم ده اعتقد محدش هينساهم. اولهم كان دانيال دروسي لما قام زعق في فونتورو مدرب ايطاليا وقتها لما طلب منه يقوم يسخن. دروسي قام قايل له احنا محتاجين نكسب، اسخن ايه وهنزل اهبب ايه وسايب انسيني على الدكة ازاي يا جدع انت. طبعا اقلوا المدرب بعد الماتش بس كان بعد ايه. المشهد التاني كان عياط بوفون بعد الخسارة، وبعد ما اتأكد انه مش هيشارك في اخر كاس عالم ليه قبل ما يعتزل. الموضوع ما كانش سهل خالص على الطليان، وده اكيد لانه وصل لدرجة ان رئيس البلد نفسه قدم استقالته. بوفون، كيليني، بارزالي، دي روسي كلهم اعلنوا اعتزالهم اللعب الدولي بعد الماتش. بعد كده في 2018 ظهر مانشيني ومسك المنتخب. مانشيني كان واضح، ومن اول يوم ليه مع المنتخب طلع وصرح ان هدفه الاول يرجع ايطاليا في قمة اوروبا والعالم. طبعا جزء قعد يضحك عليه وبتاع، لكن الراجل كان شغال الصراحة، محدش يقدر ينكر ده، والنتائج هي اللي بدأت تتكلم بعد كده. ايطاليا كسبت ال10 ماتشات كلها في تصفيات يورو 2022، سجلوا 37 جول واستقبلوا 4 بس، ودي أرقام كويسة جدا طبعا. خلصوا في قمة دور المجموعات في النيشن ليج فوق هولندا، وواجهوا أسبانيا في السيمي فاينال لكنهم خسروا 2-1. لكن محدش هيقدر برضو ينكر بصمة مانشيني اللي بدأت تبان على الفريق. المهم انهم قدروا يعملوا رقم كويس جدا في عدد الانتصارات المتتالية، تقريبا عدوا 30 ماتش من غير خسارة. لكن في الحقيقة ده مش المدهش قوي قد انهم فعلا كانوا بيلعبوا كرة هجومية حلوة قوي. ايوه زي ما بقولك كده، ايطاليا لعبت كرة هجومية ممتعة كمان. اعتقد ان مانشيني كان محظوظ برضو، لانه قدر يلاقي اكتر من لاعب كويس وكويس جدا في اكتر من مركز في فريقه. بس طبعا الحظ لوحده مش كفاية يا صاحبي. مانشيني غير خطة ايطاليا المعتادة اللي فيها بيلعبوا ب5 ورا في الدفاع، وراح لخطة 4-3-3. بص كده الجمال معايا، خط وسط باريلا، جورجينو، فيراتي، قدامهم انسيني، كييزا، وتشيرو ايموبيلي. كيليني رجع يلعب وجنبه كان بونوتشي. طبعا مش ناسي سبيناتزولا، ده كان اكتشاف لوحده وضاف كتير للفرقة، وبجد الفرقة اتأثرت قوي لما اتصاب، بس هنبقى نرجع له تاني بعدين. كانت فرقة كورة تقيلة الصراحة. مانشيني يستحق كل الإشادة في الحقيقة، الراجل بادئ معاهم من نقطة بعيدة شوية، وقدر يكتشف لاعيبة صغيرة زي كييزا، وقتها كان بيلعب في فيورنتينا قبل ما يروح اليوفي، وباريلا كان في كالياري قبل ما يروح الانتر برضه، فلا عاش مانشيني. طبعا انت دلوقتي حاسس ان انا قاعد بطبل بس المانشيني. الصراحة انا بحب الراجل، هو حبيت طريقة لعبه جدا في اليورو، فممكن انحاز له شوية. المهم هو كان مجمع معظم لعيبة المنتخب من فرق زي تورينو، ساسولو، اتلانتا، على عكس العادي واللي كان شائع قبل كده ان لعيبة المنتخب دايما كانت بتبقى من اندية زي الميلان، الانتر، اليوفي، وفرق القمة دي. انا متفهم طبعا ان احد الاسباب ان فرق القمة دي في ايطاليا اخر كام سنة ما بقتش قد كده للأسف. إيه اللي يخلي الفرقة او المنتخب يكسب الماتش والفرقة التانية او المنتخب التاني يخسر؟ احنا ممكن نقعد نتكلم عن التاكتكس لاخر اليوم، وطبعا الموهبة جدا مهمة، لكن في حاجة واحدة مانشيني اشتغل عليها اكتر من باقي الفرق في الكام سنة اللي فاتت، وهي المجموعة. هو قدر يكون مجموعة شبه متكاملة ومتناغمة، بقول شبه لان هو اكيد قابل تعقيدات كتير. اعتقد هو قدر يلاقي حلول في شوية مواقف، ولقى اكتر من بديل لو الاساسي مش متاح. دوناروما مش متاح، سيريجو موجود، وهكذا. بص بقى، مشوار الاتزوري في يورو 2020 كان بجد مرهق ومرهق جدا. في المجموعات كسبوا تركيا 3-0،
وسويسرا 3-0، واخرهم كان ويلز 1 بس للاسف. علشان نبدأ بقى ماتشات النفس الطويل ونروح للدور ال16 علشان يقابلوا النمسا، وكان ماتش معقد سيكا، وده ضيع وده ضيع لحد ما جه الواد كييزا وحط كورة في أول 5 دقايق من الشوط الإضافي الأول، وبالسينا حط التاني لكن خلص 2-1 بعد ما النمسا خطفت جول في الآخر. تروح إيطاليا للدور الثمانية وتلاقي دي بروين ولوكاكو. أعتقد في ناس كتير توقعت إن الماتش خلصان وبلجيكا هي اللي هتعدي، لكن في الحقيقة ده ما حصلش. الماتش حقيقي كان جامد جدا والآخر دقيقة، لكن برضه خلص 2-1 لإيطاليا. المشكلة اللي حصلت إيه بقى؟ إن سبيناتزولا اتصاب في الدقيقة 80 تقريبا وخرج. الواد كان جدا مؤثر مع المنتخب، وغيابه أكيد هتبقى نقطة لصالح الماتادور الأسباني واللي كان مستني مانشيني في نص النهائي. إنريكي كان لسه كسبان مانشيني ومخرجه من النيشن ليج من كام شهر قبل اليورو، لكن الأتزوري كان داخل الماتش وعينه على النهائي والكاس. هتقولي يعني هي أسبانيا ما كانش عينيها على الكاس؟ معاك حق طبعا، أكيد عينيهم كانت على الكاس برضه. المهم هقولك بص، الماتش كان رهيب. الواد كيزا حط الأول، بعدها موراتا تعادل، وفضل التعادل ده لحد ضربات الجزاء علشان تخطف إيطاليا الفوز ويروحوا للنهائي يقابلوا إنجلترا، واللي كان طريقهم سالك. وإيطاليا لاعبين ماتشين اللي قبل النهائي ده 120 دقيقة لكل ماتش، يعني الفرقة ماتت. يبدأ النهائي، الواد تريبيه يرفع كورة راحت للوك شو اللي حط أول جول في أول دقيقتين. كده الوضع بقى حقيقي صعب على الأتزوري لحد ما يجي بونوتشي يخطف التعادل ويروح الماتش لوقت إضافي لتالت ماتش على التوالي بالنسبة لإيطاليا طبعا، وبعدها يروحوا لضربات الجزاء. المهم تحقق إيطاليا اليورو بعد مشوار رهيب. أعتقد في النهائي ده في مشهدين مش هننساهم: مسكة كليني لساكا وتبديلة راشفورد وسانشو علشان يلعبوا ضربات الجزاء. لحد دلوقتي كل حاجة زي الفل، وبعد اليورو خرج مانشيني وصرح ان الهدف اكبر من كده. الهدف اننا مش نتأهل بس لكاس العالم، لأ ده احنا هنحقق البطولة. اعتقد التصريح ده ينفع ميم، طموح قوي الراجل ده. المهم بعدها المنتخب قابل صعوبات كتير قوي في التصفيات، مش عارف بقى ممكن نسمي ده سوء حظ ولا لأ، لكن الموضوع كان غريب الصراحة. هو طبعا كان في غيابات وابرزهم سبيناتزولا اللي اتصف اليورو، لكن اكيد ده مش مبرر. حتى جورجينيو واحد من احسن اللعيبه اللي بتحط ضربات جزاء ضيع ضربتين في ماتش مصيري ضد سويسرا في التصفيات. بعد ماتش سويسرا طبعا الامور بقت صعبه لانهم كده، واولا لازم يعدوا مقدونيا الشماليه. طبعا المفروض ده ماتش سهل جدا ومش قصه يعني، والكل توقع فوز ايطاليا بسهوله، لكن ده ما حصلش. الاتزوري شاط تقريبا 30 شوطه منهم 10 على الجول لكن بلح. مقدونيا تقريبا بهجمة خطفوا جول وخطفوا الماتش علشان يتسجل خروج تاريخي تاني على التوالي للأتزوري من البطولة الأكبر. أيا كان إيه اللي هيحصل دلوقتي بقى، فأعتقد إنه مش مهم قوي. في الحقيقة أنا هفتقد فرقة مانشيني دي في كاس العالم. بس كده دي كانت كل حاجة بالنسبة للفيديو ده، أتمنى يكون عجبكم طبعا، دي أهم حاجة. قولي رأيك تحت في الكومنتس، تفتكر مين اللي يتحمل مسؤولية الخروج ده؟ وإيه أسوأ، عدم التأهل لكأس العالم مرتين ورا بعض ولا ضربة روبرتو باجيو؟ سلام.